رسالة إجلال وإكبار واعتزاز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بكل الحب وبكل الفخر والاعتزاز. يشرفني ويسعدني أن أعبر عن اعتزازي أنا وعائلتي أننا نعيش على أرض الإمارات العزيزة منذ 40 عاما، وبين أهلها الكرام، دولة الحضارة والتقدم والعمران والبناء والمؤسسات، دولة القوة والعزم والكبرياء والاحترام والتقدم، دولة العلاقات الدولية المميزة، دولة التعايش لمعظم الجنسيات والأديان السماوية، دولة الطموح، دولة العلم والعلماء، دولة الفارس الشهم، دولة أبناء الشيخ زايد والشيخ راشد والشيوخ الكرام الذين أسسوا وأرسوا وضحوا طوال السنين السابقة لإقامة هذا الصرح الشامخ المرفوع الهامة، يدافعون عنه ويحافظون على قيمه وتقدمه وازدهاره. وكما قال الشيخ محمد بن زايد حفظه الله: لا تنمية اقتصادية يمكن أن تتحقق بدون أمن واستقرار، ولا سلام بدون قوة تحميه وتصونه. إن الإمارات بتضامن أبنائها وصمودها لما تتعرض له وبقيادتها الرشيدة والحكيمة قادرة على أن تنشر الأمن والأمان لكل من هو على أرضها أرض الخير والحرية والعزة. وكما قال الشيخ محمد بن راشد حفظه الله: التاريخ يكتبه الرجال والسلام يصنعه الشجعان. أدام الله على دولة الإمارات وشعبها وحفظها من كل أذى لتبقى مشرقة كأزهار الربيع، والله من وراء القصد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كان معكم الأستاذ أسامة عبد القادر سرحان.